كل مره جيم كان بيشوف عربيه فخمه كان يخبط بايده على الازاز بكوعه كده كانه بيختبرها، ولما يلاقي ان العربيه مش فيها انذار يرجع تاني ناحيتها بسرعه، يطلع كوره تنس من جيبه ويدخلها جامد في سوسته الباب، وفجاه الباب يفتح بسهوله. جيم يدخل العربيه وهو مش مصدق نفسه، يبص حواليه كده عينه تقع على الشاشه اللي قدامه، يفتح شنطته ويطلع شويه ادوات، وبمنتهى المهاره يبدا يخلع الشاشه وبشده يسحبها وياخد LCD كانها غنيمه. بس كل ده ما كفاهوش، فبدا يدور جوه العربيه ما لقاش غير نضاره شمس. شتم صاحب العربيه في سره وقال عليه فقير، ولما خاف ان صاحب العربيه يرجع فجاه خد شنطته بسرعه وقرر يهرب. بس المفاجاه الباب مش بيفتح، حاول يفتح اي باب تاني كله مقفول كانه ملحوم. قلبه واقع، جري على الشنطه اللي ورا، فضل يرفس في الازاز برجليه، مفيش فايده، رجليه اتعورت والازاز ولا كانه اتخدش. طلع موبايله يتصل بصاحبه، لقى الشبكه مقطوعه تماما كأن في جهاز تشويش. جه في دماغه فكره، فك غطا كده في العربيه، لقى شويه ادوات، خد مفتاح انجليزي وفضل يضرب في الازاز حتى لما ايده اتشقت الازاز ما اتكسرش، وهو خلاص قرب ييأس لمح واحد ماشي جنب العربيه، فضل يخبط على الازاز يلفت انتباهه، بس ما كانش يعرف ان الازاز عليه عازل سمك واللي بره مش شايف ولا سامع. الراجل عدى بعجلته الكهرباء وجيم حس باليأس التام، وفجاه نفتكر حاجه مهمه، الشاشه. يمكن لو رجعها مكانها العربيه تشتغل والباب يتفتح. فعلا رجع الشاشه ووصل كل حاجه، بس برضه الباب ما اتفتحش، وساعتها رن تليفون صاحب العربيه.